مفيش لعيب من اللي موجود دلوقتي كان يلعب وقت جيلنا. محمد صلاح ده في حته تانية يا جماعه، ما تحطونيش برضو ايه يعني. عشان بسألك ارقامهم تعدي كان ال ابو 100 تريكة ياخد مليون، كام؟ ال 100 مليون وال 200 مليون. ده دروجبا كره حياته من وائل جمعه. كنت موجود في الجيل ابو تريكة وحازم امام، طبعا موجود لحقت شيكابالا وكل حاجه. شايف الافضل بقى زيزو ولا شيكابالا ولا ابو تريكة ولا حازم امام؟ الجيل بتاعنا ما يتقارنش بالجيل ده خالص خالص. خالص. لان هقول لك على حاجه، والناس مش هتتخيل الكلمات. مفيش لعيب من اللي موجود دلوقتي كان يلعب وقت جيلنا. ولا زيزو. اي اسم. اي اسم. اي اسم. ولا محمد صلاح. مين هيلعب على وائل جمعه؟ ولا بلاش. محمد صلاح. لا محمد صلاح ده في حته تانية يا جماعه، ما تحطونيش برضو ايه يعني. عشان بسألك. لا اصل محمد صلاح ده بيلعب تقول ولا اي حد. لا محمد أنا صلاح بسألك. محمد صلاح حصل على الشامبيونز ليج الاوروبي. عشان كده بسألك. لا ده انا بقول لك في مصر. ماشي في مصر. يعني يعني زيزو ما كانش ينفع يكون موجود في الجيل. لا ينفع يبقى موجود، بس هيحارب عشان يلعب. ولا هيكون احتياطي. ما انا بقول لك اهو، ينفع يبقى موجود بس هيحارب عشان يلعب. هيلعب على حازم امام ساحر الكرة، هيلعب على جمال حمزة، هيلعب على ابو تريكة. الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل طبعا. على زيدان في منتخب مصر، وائل جمعة حد كان يلعب عليه؟ طب اللعيبه دي لو موجوده دلوقتي حاليا في الرواتب والارقام اللي لا بياخدوها، ارقامهم تعدي كان أبو ال 100 تريكة ياخد مليون، كام؟ ال 100 مليون وال 200 مليون. ابو تريكة كان ياخد كام؟ كان هيبقى في كلام مجانين. كان ياخد كام مثلا؟ ما انا بقول لك كان هيبقى في كلام مجانين. اديني رقم يا باشا. هو طب اديك واحده حلوه قوي خاصه بيا انا شخصيا. أيوة. بعيد عن ابو تريكة وبعيد عن اي اسم. ماشي. تخيل الباك ليفت اللي بيعمل كروس باس دلوقتي بيقول عليه باك ليفت. حلو. طارق السيد هو الهداف التاريخي في مركز الباك ليفت في مصر. احصائيه جديده دي. هداف التاريخي الباك ليفت. باك ليفت في مصر غير علي معلول. ليه؟ ليه؟ لسبب. لان علي معلول كل جوانه او 70-80% من جوانه ضربات جزاء. طارق السيد ما كان جابش ولا ضربه جزاء. انت ما جبتش ضربه جزاء في تاريخك خالص. متاكد؟ خالص. الا ضربتين جزاء او ضربه واحده مع المصريه للاتصالات في النادي المصري. حلو. وده مش محسوبين في الاجوان بتاعتي. مش محسوبين ليه؟ يعني مش محسوبين في الاجوان بتاعتي مع الزمالك. تمام. يعني انا 29 جول. تخيل اللي قبليه على طول الكابتن احمد رمزي. او اللي بعديه على طول الكابتن احمد رمزي، فرق 4 اجوان 25. تمام. طيب ابو تريكة بقى كان ياخد كام؟ كتير قوي. حازم ياخد كام؟ يا لا يعني انا لو قعدت اجيب له 3-4 شيكات خد اللي انت عايزه. اصل جمال حمزة عبد الحليم علي الهداف التاريخي بتاع النادي يا حمد. طب ووائل جمعة كان ياخد كام؟ بالنسبه للسردباكات اللي موجودين دلوقتي بقول لك ايه، ده دروجبا كره حياته من وائل جمعة. دي حقيقه. طيب انت بتتكلم عن لعيب لعب في تشيلسي ولعب في اعظم انديه في العالم. انت مش هدي برضه تديني رقم لاي حد. مش هدي ارقام لان الارقام بعيده جدا. اللعيبه دلوقتي خد بالك، اللي بيعرف يباصي بياخد ملايين. اللي بيعرف يباصي. انتوا جيلكم بقى كان بيعمل ايه؟ لا احنا كنا بنكلمها، اقسم بالله ده حازم امام كان بيتكلم الكوره. ده جمال حمزة ده شوف وائل جمعة بجلالة قدره لما بيجي عند جمال حمزة كان بيكره حياته برضه. وائل جمعة كان بيكره حياته؟ طبعا. ليه؟ كده لانه لعيب رخم ما تعرفش تمسكه. جمال حمزة لعيب رخم طبعا ما تعرفش تمسكه ومتعب جدا في لعبه جدا. لا ما اصل احنا هتقارن. طب مين كان الاحرف؟ ابو تريكة ولا حازم امام؟ بص عايزك بس في الحته دي تهدى كده. عايزك تهدى وتصلي على النبي. كنت معاهم بقى على صوت السلام. ما انا جاي لك اهو. كل واحد فيهم عنده مميزات مختلفه. طب ما انا هسالك عشان تقول لي يعني مثلا حازم. طب ممكن تسمعني؟ اتفضل. دلوقتي مين الاحرف؟ ابو تريكة ولا حازم امام ولا جمال حمزة ولا زيدان؟ ورتبهم لي واديني كل واحد ميزته ايه. احرف واحد في دول حازم امام. اكتر واحد في دول مؤثر ابو تريكة. حلو. اكتر واحد في دول بيعرف يجيب جون وحريف قوي جمال حمزة. كل واحد عنده مميزات مختلفه. زيدان كان ابن لذينه لعيب كبير قوي. فكل واحد عنده مميزات مختلفه عن التاني.